السلام عليكم. إن شاء الله النهاردة هنتكلم على نيو توبيك في الداتا ستراكشرز، هو الباينري سيرش تري أو BST. كنت اتكلمت في الفيديوهات اللي فاتت على الباينري تري، وكنت شرحت العمليات الأساسية اللي ممكن نعملها على الباينري تري، زي مثلا إننا ممكن نحذف كل النودز بتاعت الباينري تري من الميموري أو ننسخ الباينري تري، وكمان ازاي ممكن نعمل ترافيرسنج على الباينري تري باستخدام ال DFS algorithms او ال BFS algorithm. في الجزء ده هتكلم على special type من الباينري تري اسمها binary search tree او BST. قبل ما ننتقل للموضوع ده، تعال نشوف ازاي ممكن نعمل search في الباينري تري اللي قدامنا دي. لو عندنا search item او الكي ده قيمته ب50، فازاي ممكن ادور على ال50 بداخل الباينري تري دي؟ علشان نعمل كده ممكن نستخدم اي algorithm علشان اعمل traversing في الباينري تري. فهنبدأ من عند الروت نود اللي هو هنا 78، وهبدأ اعمل سيرش. فعليا انا هعدي على كل النودز في الباينري تري، وهبدأ اقارن النود اللي انا واقف عندها بالسيرش ايتم اللي انا بدور عليه. فهنا هسأل ال 78 بتساوي 50؟ الإجابة لأ، فاضطر إن أنا أنتقل ناحية الليفت سب تري، وبعد ما أخلص لو ما لقيتش ال50 هضطر إن أنا أنتقل ناحية الرايت سب تري، وده هيخليك تمشي على كل النودز علشان تبحث على ال50. علشان كده السيرش الجوريزم ده بطيء شوية. يبقى تاني احنا مضطرين نزور كل النودز في الباينري تري لحد ما نلاقي العنصر اللي بندور عليه. لو ما لقيناهوش هنكمل ترافيرسنج بداخل الباينري تري لحد ما نخلص الباينري تري كلها. وده كان شبه اللينكد ليست في ايه؟ انه اللينكد ليست بتبدا بالهيد نود، ولو كنا بندور على ايتم فاحنا لازم نبدا من عند اول نود ونبدا نمشي سيكوينشال كده، سيكوينشال سيرش. فنفس الفكره بالظبط، احنا هنا بنبدا من عند الروت نود، وعلشان ندور على ال50 فاحنا مضطرين نمشي على الليفت سب تري، لو ما كانتش موجوده بنروح على الرايت سب تري. اوكي، تعالوا مع بعض نطبق الرول دي على الباينري تري ونشوف ازاي ممكن نحسن من البرفورمانس بتاع السيرش. الرول دي بتقول لك ايه؟ ان انا لو عندي نود بالشكل ده، فانا هضيف كل النودز اللي اصغر منها في الليفت سب تري، وهضيف كل النودز اللي اكبر منها في الرايت سب تري. ببساطه هنطبق الرول دي على الباينري تري كلها، هنبدا نحسن من البرفورمانس بتاع السيرش الجوريزم والانسيرشن والديليشن وهكذا، زي ما هنشوف ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه. تعال نشوف البيانات اللي قدامنا دي ونطبق عليها نفس الرول. لو انا هبدا من عند ال60، فبالتالي ال60 هي الروت نود بالشكل ده. بعد كده هبدا اضيف ال50. السؤال، هي ال50 اكبر من ال60 ولا اقل؟ ال50 اقل من ال60، معنى كده ان هي هتضاف على الشمال، لانه لو انا عندي نود فكل النودز اللي اصغر منها بتضاف على الشمال، واللي اكبر منها بتضاف على اليمين. علشان كده ال50 هتضاف ناحية الشمال بالشكل ده. هروح عند ال70، هسأل هي ال70 أكبر ولا ال60؟ الإجابة ال70، وبالتالي ال70 هتضاف ناحية اليمين بتاعة ال60، يعني ال70 هتيجي هنا. هروح عند ال30، طبعا أنا ببدأ عملية الانسيرشن من عند الروت نود، فهسأل بقى هي ال60 أكبر ولا ال30؟ الإجابة ال60، معنى كده إنه ال30 هتضاف ناحية الليفت بتاع ال60 هنا يعني. هنتقل ناحية الليفت، هخبط في ال50، أسأل ال50 أكبر ولا ال30؟ الإجابة ال50، وبالتالي ال30 هتضاف ناحية الليفت لل50، يعني فعليا ال30 تضاف هنا. هوصل عند ال58، هبدأ عملية البحث من عند الروت نود. ال58 أكبر ولا ال60؟ الإجابة ال60، وبالتالي ال58 تضاف ناحية الليفت بتاع ال60. هروح وأخبط في ال50 كمان مرة. ال58 أكبر ولا ال50؟ الإجابة 58، وبالتالي ال58 تضاف ناحية الرايت بتاع ال50 علشان تكون بالشكل ده. بعد كده هوصل ناحية ال80، هبدأ البحث من عند الروت نود وأسأل ال80 أكبر ولا ال60؟ الإجابة ال80، وبالتالي ال80 تضاف ناحية الرايت بتاع ال60. هخبط في ال70 وأسأل هي ال80 أكبر ولا ال70؟ الإجابة ال80، وبالتالي هبدأ أضيف ال80 ناحية الرايت بتاع ال70 بالشكل ده. هضيف ال46. ال46 دلوقتي أنت المفروض عارف إنها هتضاف فين. ال46 أقل من ال60، 46 أقل من ال50، ال46 أكبر من ال30، وبالتالي المفروض تضاف على يمين ال30 بالشكل ده. آخر عنصر ال77، لما أجي أضيف ال77 هيكون إزاي؟ ال77 أكبر من ال60، ال77 أكبر من ال70، ال77 أقل من ال80، وبالتالي هتضاف ناحية
الشمال لل80 هيكون هنا 77. طبعا هنا الليفت بتاع ال30 هيكون بنال، وهنا الرايت 80 هيكون بنال، والرايت بتاع والليفت بتاع ال70 سوري هيكون بنال. عايزك تلاحظ حاجة في الباينري تري اللي قدامنا دي، إن كل نود في الباينري تري أكبر من كل النودز اللي من الناحية الشمال، وأصغر من كل النودز اللي من الناحية اليمين. يعني مثلا لو أنا واقف عند ال60 هقسم الباينري تري دي نصين كده، هبص على الليفت سب تري بتاعت ال60 هلاقيها كلها فعلا أصغر من ال60. هبص على الرايت سب تري بتاعت ال60 هلاقيها فعلا أكبر من ال60. طب وده يفيدنا في إيه؟ لو أنا مثلا بدور على عنصر زي ال50، فبكل بساطة أنا هنا هسأل أنا واقف عند الروت ال50 أكبر ولا الروت؟ الإجابة الروت أكبر. معنى كده إن أنا مش هنتقل ناحية الرايت، مش هروح أدور في الجزء بتاع الرايت، أنا هروح أدور في الجزء بتاع الليفت، لأن أنا ضامن 100% إنه ال50 مستحيل تكون موجودة في الرايت، لأن الرايت أصلا أكبر من الروت، والروت أكبر من العنصر اللي أنا بدور عليه. معنى كده العنصر اللي أنا بدور عليه ممكن يكون موجود في الليفت، علشان كده أنا هنتقل ناحية الليفت سب تري لل60. فهمنا الفكرة؟ طيب مثلا أنا بدور على ال77 بالشكل ده، هعمل إيه؟ هقف عند ال60، ال77 أكبر، معنى كده إن أنا هدور ناحية الرايت بتاعت ال60، كل الليفت ده مش معايا. هوصل عند ال70 هنا أسأل ال77 اللي بدور عليها أكبر ولا ال70؟ الإجابة ال77، يبقى أنا هدور في الليفت سب تري بتاع ال70. أوصل عند ال80 بقى أدور ال77 ولا ال80؟ لا ال77 أصغر، معنى كده إن أنا هدور في الليفت بتاع ال80 لحد لما ألقاها. لو ما لقيتهاش هلاحظ إن أنا خبطت في نل، وبكده يكون أنا ما لقيتش الأيتم. تلاحظ في كل مرة بضيف أو بعمل سيرش أنا بمشي في مسار واحد بس بالشكل ده. يعني مثلا لما كنا بدور على ال77 دورت في المسار ده بس، ما مشيتش على الباينري تري كلها. فهمنا الفكرة؟ فعملية البحث بتبدأ من الروت نود. في المثال ده بنوضح لك إن كل مرة إحنا بنتحرك لتحت ناحية الchildren وبنسيب واحدة من السب تريز. يعني مثلا عند ال60 كنا يا إما بننتقل ليفت أو بننتقل رايت، فأنا كنت بسيب ليفت سب تري وانتقل رايت، أو بسيب الرايت وانتقل ليفت. يعني كل مرة بختار سب تري واحدة بس، مش بمشي في الاتنين. فهمنا الفكرة؟ خلونا ناخد شوية أمثلة على الباينري سيرش تري. فأول مثال ده، هل دي باينري سيرش تري ولا لأ؟ الإجابة أكيد لأ، لأن الروت نود الليفت سب تري أكبر منها، وبالتالي ده مش الديفينيشن بتاع الباينري سيرش تري، وبالتالي دي مش باينري سيرش تري. تعالوا نشوف المثال اللي جنبه ده. أنا وعند الخمسة، لو أنا واقف عند الخمسة هل كل اللي هنا ده أكبر مني؟ الإجابة لأ، الأربعة مش أكبر من الخمسة. المفروض الأربعة تكون عند الليفت بتاعت الخمسة، علشان كده دي مش باينري سيرش تري، دي باينري تري عادية. طب تعالوا نشوف المثال ده. لو قسمت الباينري تري كده هبص على الروت، هل كل اللي على الشمال أصغر منه؟ الإجابة كل اللي على الشمال أصغر منه. طب هل كل اللي على اليمين أكبر منه؟ الإجابة برضو معنى كده إن دي باينري سيرش تري. السؤال هنا بناء على التعريف بتاع الباينري سيرش تري مفيش تكرار للعناصر، بمعنى إن أنا لو عندي عنصر 50 وعندي 40 فال40 هتكون هنا وال60 هتكون هنا. طب لو عندي 50 تانية هضيفها فين؟ فبناء على التعريف اللي احنا ذكرناه من شوية إن كل العناصر اللي أصغر من النود بتكون على الشمال واللي أكبر منها بتكون على اليمين، فبناء على التعريف ده كده مفيش تكرار للعناصر. الإجابة هنا صح، هو فعلا مفيش تكرار للعناصر، ولكن احنا ينفع نعدل في الرول ونخلي فيه تكرار للعناصر. إننا ببساطة نقول كده إن كل العناصر اللي عند نود معينة اللي على الناحية الشمال بتكون أصغر منها، وكل العناصر اللي أكبر من النود أو بتساويها تكون على الناحية اليمين. يعني هنا اللي بتكون أكبر منها أو بتساويها. ماشي؟ وبكده يكون ضفنا التكرار في الباينري سيرش تري. خلونا ناخد مثال. لو أنا هضيف ال50 هنا فهيكون شكلها كده، هضيف ال40 فال40 أصغر من ال50 تتضاف هنا، بعدها هضيف ال30 أصغر من ال50، ال30 أصغر من ال40 وبالتالي تتضاف هنا. لما أجي أضيف ال60 بقى أعمل إيه؟ ال60 تتضاف ناحية الرايت بتاع ال50 بالشكل ده.
بعد كده هضيف ال70. اعمل ايه؟ ال70 تضاف ناحية الرايت بتاع ال60 اللي هي هنا. بعد كده نلاحظ انه في 60 تانية تكرار. هعمل ايه؟ نفس الفكرة، هبدأ من عند الروت واسأل ال60 اكبر ولا 50؟ الاجابة هتكون 60. هوصل عند ال60 دي، اسأل ال60 اكبر ولا 60؟ الاجابة متساويين، معنى كده ان انا هروح ناحية الرايت. فهمنا الفكرة؟ هوصل عند ال70، ال60 اكبر ولا 70؟ الاجابة هتكون انه ال60 اصغر من ال70، وبالتالي هتكون الاجابة عند الليفت سب تري للمين؟ لل70. وبس الجزء ده هيكون بنل وده هيكون بنل. هتلاحظ دلوقتي ان انا لما كان عندي 60 ضفتها ناحية الرايت سب تري لل60 الاولى. فهمنا؟ طبعا واضح دلوقتي ان الباينري سيرش تري هي اصلا باينري تري زي ما ذكرنا في اول الفيديو. اذا حساب الهايت بتاع الباينري سيرش تري هو نفس الطريقة اللي بنحسب بيها الهايت في الباينري تري، لان هما الاتنين كده كده واحد. وهكذا برضو الترافيرسنج في الباينري سيرش تري هو اللي بيحصل في الباينري تري. وهكذا لو انا عايز اعمل كلير لكل النوتس او اعمل كوبي. ان شاء الله في الفيديوهات اللي جايه هنعرف ازاي نضيف النوتس ونحذفها، وكمان نعمل سيرش على الباينري سيرش تري. وبكده يكون خلصنا الفيديو بتاع النهارده. اشوفكم في فيديو تاني، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.